السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكرام، نتمنى تكونوا على خير. مرحبا بكم. اليوم غنقدم لكم جبن بلدي كتصايبي الوالدة ديالي. ديما كيجي زوين وصحي وساهل، كيتصايب في 3 سوايع، ولا ديروه مثلا بالليل ويصبح مستقطر. المهم دغيا كيوجد. انا هذا وجدته 3 سوايع وكيجي عاقد، هانتوما كما كتشوفوا، وصحي وطبيعي 100%. ونبداو طريقة التحضير. غنوريكم الطريقه مع المقادير. كنجيبوا طنجره كنكبوا فيها لتر ونص نتاع الحليب ومعلقه د الملحه. منين كيبقى يفيض الحليب كنكبوا عليه لتر ونص نتاع اللبن. ايوا كنطفيو البوطه، كنكبوه كنطفيو البوطه، هو كيبقى ينعزل صافي. وكنجيبوا واحد الثوب ابيض شفاف، كنديروه تحته واحد الشبكه مثقبه، كنخليوه يستقطر ونديروه في واحد الشبيكه عاوتاني تكون عندها ثقوب صغيره. وهذا الماء ما غنرميوهش، غنخليوه لاستعمالات اخرى. نديروه في قريعه الزاج ونبقاو نعجنوا به الخبز ولا البطبوط. ملي كيستقطر كنخرجوه من الثلاجه وكنقدموه في طبسيل، كنقلبوه وكنقدموه في طبسيل. راه كيجي زوين بزاف وعاقد وصحي وسهل، دغيا كيوجد. انا خديت الطريقه من الوالده ديالي، الله يخليها لي ويخلي جميع امهات المسلمين. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تبخلوش بالاشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد. شهيوات سهله ورائعه وصحيه. وكنشكركم على المتابعه، ودمتم في رعايه الله، والى اللقاء.